السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة وان كوت داي. سبب من اسباب فشلنا وهي استعجال النتائج. السبب الثاني هو عدم الاستمرارية في الاشياء. لو جيت سألت اي حد من الناجحين وقلت له ايه هو سر نجاحك، اول حاجة هيقولها لك وهي الاستمرارية. وانت تقدر تلاحظ ده من خلال الفيديو ده من حيث التصوير، من حيث المونتاج، من حيث اسلوب اللقاء، من حيث كل الحاجات دي كلها، من حيث اللايتنج، من حيث السيت اب، كل حاجة حرفيا تقدر تشوف فرق كبير جدا عن اول فيديو انا عملته. في فرق كبير جدا، وده ما حصلش غير ان انا استمريت على الموضوع، استمريت ان انا اصنع فيديوهات، استمريت على المونتاج. كل يوم مونتاجي والحاجات كلها بتتحسن يوم عن يوم. التغييرات ديت مش بتحصل ما بين يوم وليله، التغييرات ديت محتاجه وقت كبير جدا ومحتاجه استمراريه على الموضوع. كلنا بنتحمس ان احنا نغير، ولكن الحماس الزائد عن اللزوم ده ما بيثمرش اي نتائج. وزي ما بيقولوا قليل متصل خير من كثير متقطع. انك انت تذاكر كل يوم صفحتين افضل كتير من انك انت تذاكر في يوم واحد 6 شباتر. انك انت كل يوم تجري ربع ساعة احسن كتير من انك انت تنزل الجيم فحت نفسك اسبوع كل يوم 2 3 ده ما بيثمرش اي نتائج. فكنت النهارده بيقول لكي تكون التغييرات ذات قيمة حقيقية فلا بد لها من ان تكون دائمة ومستمرة، من كتاب ايقظ قواك الخفية. في خط تاني بيقول ان مشاكل حياتنا ليس ما نفعله بين آونة واخرى، بل ما نفعله بصورة مستمرة. اللي بيخليك على الوضع اللي انت فيه دلوقتي هي العادات بتاعتك، الحاجات اللي انت بتعملها بشكل مستمر، الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم. فلو عايز تكون قارئ يكفي بس صفحة واحدة بس يوميا، صفحة واحدة كل يوم لمدة سنة هتوصل لنتيجة جبارة زي اللي انا وصلت لها دلوقتي. ان انا قاعد مستمر على القراءة دي 2 سنين دلوقتي حرفيا، الحمد لله. يعني شايف تأثير كبير جدا في عقليته وفي تفكيره وفي حاجات كتير وعلى حياتي كلها، وحرفيا تجربة جميلة جدا الصراحة. فاللي وصلني للمرحلة ديت هي ان انا كنت بقرأ كل يوم بشكل مستمر. اللي يوصلك لجسم صحي هو انك انت كل يوم بتمارس رياضة. كل حاجة حرفيا هي نتاج عاداتك او نتاج الحاجات اللي انت بتعملها بشكل مستمر. فخلي دايما المقولة ديت قدامك وهي قليل متصل خير من كثير متقطع. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونشوفكم في حلقة جاية. متنساش سبسكرايب ولايك وشير والكلام اللذيذ ده، وقول لنا رأيك في كومنت. سلام.